حكايات أطفال حدث بالفعل. بما إننا بنحبي حكايات الأطفال، تعالوا نكمل أغرب الحاجات اللي الأطفال قالوها لأهلهم في يوم من الأيام. 1. في يوم ابني اللي عنده 4 سنين بصلي وقالي: تعرفي، قبل كده كان لي أم وأخت، زمانهم كبروا دلوقت. يوم ما عملنا الحادثة خرجوهم من العربية سلام، بس أنا اتحرقت ومت. 2. بنتي لما كان عندها 3 سنين كانت بتبص ورايا وبتضحك، سألتها: بتضحكي لمين؟ قلت لي: طنط ليزا واقفة وراكي وبتلاعبني. طنط ليزا مضحكة جدا. أعز صديقاتي ليزا ماتت قبل ما أولد بنتي ب2 شهور. أنا عمري ما حكيت لبنتي عن ليزا. ليزا كان دمها خفيف جدا. 3. ابني إلي عنده 3 سنين رسم رسمة غريبة لشيطان أسود. لما سألته رسم دهليه بصلي بحزن وقالي: هو اللي طلب مني أرسمها عشان تشوفها. هو جايلك قريب أو لازم تستخبي منه؟ وعيط. 4. أختي عندها 10 سنين. بابا مات من 2 شهور وأختي أكتر واحدة اتأثرت بموته. امبارح صحينا علي صوت خبط جامد علي الباب. نزلنا جري أنا وماما نشوف فيه إيه، لقيناها واقفة بهدوم النوم بتحاول تفتح الباب وبتعيط: لازم ندخله، هو بيفعول يدخل واو لو ما دخلش هو يضيع لي أبد. المشكلة إن صوت الخبط كان جاي من برا. 5. بنتي عندها 4 سنين. سمعتها امبارح بتغني أغنية قديمة كانت جدتها بتغنيها لي قبل ما أنام وأنا طفل صغير. سألتها: اتعلمت الأغنية دي منين؟ قالت لي إن جدتها اللي هي من متى بتجيلها كل يوم بالليل تغنيها لها لحد ما تنام. أنا من متى ميتة من 6 سنين وعمري ما جبت سيرة الأغنية دي قدام البنت. 6. جدي مات قبل ما أتولد ب11 سنة. لما كان عندي 6 سنين كنت قاعدة مع ماما في المطبخ. ماما وبابا كانوا هيتطلقوا تاني يوم. فجأة بصيت للباب كأن حد واقف هناك. إبس.